سبحان الله لعيبه الكوره في مصر كلها تتالق خلاص بقى تطمح فيه كده، هيلعب يا ترى في برشلونه، في ريال مدريد، في اي حته. لكن يا اما بنات يا اما فلوس، ما هو حاجه من الاثنين. اذا كان فتوح النهارده اللي بيديك مثال بفيديو مع وفيديو هايف على فكره، لكن كلنا عارفين ان فتوح مش مظبوط، بدليل ان الزمالك النهارده بيبيعه، والفريق اللي كان هيشتريه ان هو زد رجع عن كلامه وقال لك لا انا فتوح ده بعد التصرف المهين اللي عمله مع الزمالك ان هو يسيب التدريبات ويمشي هو والزنار وصبحي اللي بيلعب وان اكس بت ده، يعني برضه ما هو صبحي ده برضه، يعني انت راجل ربنا كرمك بتلعب في الزمالك واحد من اكبر انديه مصر وافريقيا، بتلعب حارس اول وانت لسه سنك صغير. ايه 1 اكس بت يا اسطى اللي راح تلعبها لي دي وبتراهن على فاتك ان هي تخسر؟ ما شاء الله احصائيات مهاجم يالا، 44 جون في 33 ماتش. بعيد عن صبحي بقى فتوح برضه، الناس كلها كانت شايفه في رمضان صبحي مصطفى فتحي الناس دي يا جدعان ده ايه ده، واحد في ريال مدريد واحد في برشلونه وهيكسروا الدنيا، لكن في الاخر الاثنين مع بعض في بيراميدز ما شاء الله بياخدوا فلوسهم وعايشين حياتهم وتمام وساكتين ومتجوزين. تيجي النهارده فتوح خلاص ربنا كرمك وانت واحد من امهر اللعيبه اللي في مصر دلوقتي، ازاي لازم ابقى اسهر واخرج من ماتش للزمالك قبل الماتش بحاجه بسيطه جدا وفريقه تخسر امبارح عادي جدا، ويروح يسهر بقى هو والزناره والناس دي. فمش عارف ليه عقليه اللاعب المصري كده، وهل فتوح ده مستني مثلا ان بقى فريق زي استون فيلا يجي يتعاقد معاه زي ما هم بيقولوا، ولا كان هيروح زد وعاملين له الليله دي وفي الاخر طالب من الاهلي 30 مليون في الموسم؟ ليه يا ابني؟ يعني مارسيلو يا اسطى في عزك ما شاء الله، يعني انت مهما كان رحت ولا جيت ارقامك ايه؟ ما هي بناء على الارقام، انت لسه ما بنيتش تاريخ ان انت تتنطط كل التنطيط ده. والفيديو اللي هو منشور له ده هو فيديو هايف على فكره، مهما كان برضو لو هو مع ايه تستره، اصل ده برضو ايه انت مالكش سلطه عليه. فاتمنى يعني من اداره النادي الاهلي ان هي لو بتفكر في فتوح، اللي انا كنت واحد من الاهلاويين من الاهلاويه اللي انا محتاج فتوح في مركز زي ده بعد ما علي معلول قرب يعتزل، اتمنى هو لعيب كبير وكل حاجه، فاداره الاهلي ما تفكرش فيه ولا تجيبه ايا كان هو لاعب بقى بيتهيف على الزمالك، لا لكن اللي فيه طبع مش هيتغير فيه.